السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. نمو جيد لمحمية قندع. دعوة لدفع ضريبة الأراضي والرخص. دورة تأهيلية لمدراء الضواحي في صرونا. مصرع 29 شخصا غرقا جراء انقلاب قارب في نيجيريا. الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية. أكثر من 300 قتيل في فيضانات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جنوب إفريقيا. من العناوين إلى التفاصيل. أفاد سكان مديرية قندع بأن محمية دنقولو وسنقولو الوطنية نمت جيدا نتيجة أنشطة الحراسة وتساهم كثيرا لتطور الحياة البرية. وذكر سكان تكاثر الأشجار عامة والأشجار المستوطنة خاصة فضلا لتكاثر الحيوانات البرية، وأشاروا إلى عودة العديد من الحيوانات المعارضة المعروضة للانقراض إلى وضعها الطبيعي. وأكد مدير ضاحية دنقولو الأعلاي وتحتها السيد حامد موسى على الدور الكبير للسكان للنمو المحمية من خلال الحراسة والمتابعة. دعت إدارة الإقليم الأوسط دافعي ضريبة الأراضي ورخص المتاجر لدفع الدين المستحق في أوانه. وأوضح مسؤول وحدة الضرائب والجمارك في الإقليم الأوسط السيد هبت يعبيو أن أصحاب المتاجر والبيوت الذين لم يدفعوا ضريبة عام منذ العام 2003 وعدم إكمال إجراءات إلقاء الرخص معرضين للعقوبة، ويجب دفع الضريبة السنوية في أوانها لتجنب العقوبة. وقال أن العمل الأساسي لوحدة الضريبة الداخلية في إدارة الإقليم الأوسط استلام ضريبة الأراضي والرخص التجارية، داعيا إدارات المديريات إرسال دافعي الضرائب على دفعات لتجنب الازدحام. نظمت إدارة الإقليم الجنوبي دورة تأهيلية لمدراء الضواحي ولجان القرى المنتخبين في 15 ضاحية في مديرية صرونا. وأوضح مسؤول نظام المعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط السيد جويتوم هبتوم مضمون وأهمية ضريبة الأراضي والمواشي، داعيا إلى جانب خدمة ناخبيهم الاهتمام بالتحصيل الضريبي. وقدم مسؤول الضريبة الداخلية في الإقليم السيد موسى محمد توضيحا بشأن عملية تحصيل ضريبة الأراضي والمواشي، وشرح وسائل استخدام الفواتير وسجل البيانات. من جانبه أشار ممثل إدارة مديرية صرونا السيد حيلي منقشة إلى أهمية التأهيل المقدم لتسيير العمل. نظمت شرطة مديرية بارونتو سيمينارا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للتعريف بالقانون وتعاون الشعب لمكافحة الجريمة والحوادث المرورية. وأوضح قائد شرطة المديرية الرائد حقوس قرماي أن تعريف الطلاب بالقانون يساعدهم لتجنب المخالفات والجريمة والحوادث المرورية. وقال أن احترام القانون يعبر عن التحضر، داعيا الطلاب لفهم جيد للمحاضرات القانونية التي تقدمها الشرطة ومؤسسات الحكومة الأخرى وتطبيقها وتعزيز التعاون مع الشرطة. وذكر أن عدم معرفة القانون لا يجنب المساءلة القانونية، ونصح الشباب عامة وطلاب خاصة بتجنب الأفعال غير الأخلاقية والحفاظ على ممتلكات المدرسة والابتعاد عن الصدامات التي تجرى بين مجموعات والمساهمة لمكافحتها. وأشار إلى أن على الطلاب ضمان مستقبلهم بالانضباط والقيم الحميدة والدراسة باحترام قوانين وتعليمات المدرسة. وأوضح الطلاب أن المحاضرات المقدمة باستمرار وسعت معرفتهم بالقانون وتشجع للمساهمة لمكافحة المخالفات والجريمة. تلقى 101 شاب في بلدة كوعتيد ومديرية ميعين دورة تدريبية مهنية.
واشتملت الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع شركاء من شهر ل6 أشهر اشتملت على تصفيف الشعر والرقص الفلكلوري وغيرها من المجالات. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد صلاح الدين عمر في مراسم التخريج أنه ينتظر من المتخرجين بذل الجهد لتحسين معيشتهم وأن يكونوا مثالا يحتذى به. وذكر مدير مديرية ميعين السيد أحمد عثمان أهمية التدريب لرفع قدرات الشباب مؤكدا تعاون إدارته مع الشباب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. لقى ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم أطفال حتفهم بعد انقلاب قارب في غرب نيجيريا حسب ما قال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المسؤول المحلي أن القارب غرق خلال رحلة له في نهر شاغاري في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب. وهنالك مؤشرات على أن القارب الذي انقلب كان محملا بأكثر من سعته، وغالبا ما يتم تحميل القوارب بأوزان تتجاوز السعة الموصى بها على الممرات المائية في نيجيريا، مما يجعل مثل هذه الحوادث متكررة، كما أن العديد من القوارب أيضا في حالة سيئة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الساعات 24 الأخيرة خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، في حين حذرت السلطات الفلسطينية من أن الوضع أصبح خطيرا وحساسا ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور. وقالت الوزارة أن جنود إسرائيليين قتلوا بالرصاص 3 فلسطينيين بالضفة الغربية، مع تكثيف قوات الجيش تمشيط المنطقة بعد هجمات نفذها فلسطينيون داخل إسرائيل. وذكرت مصادر طبية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات متفرقة في عدد من مدن الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي أن مئات الفلسطينيين ألقوا حجارة وقنابل حارقة على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية واستخدموا أساليب فض أعمال الشغب. ومع تصاعد التوتر في الضفة، دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات القوات الإسرائيلية في الضفة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى أكثر من 300 قتيل في ديربان الساحلية وما حولها وفق ما أعلنت السلطات. وتسببت الأمطار القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما إلى دمار كبير، مع جسور منهارة وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية في كوازالو ناتالا شرقا ومركز الكارثة. وأجرى الرئيس سيرال رامبوزو زيارة لعائلات سكلى في كاليمورن إحدى ضواحي ديربان الفقيرة، تعهد بتقديم مساعدات حكومية لوالد فقد أطفاله ال4 بانهيار جزء من منزلهم. وتم تعبئة الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء، ودمرت آلاف المنازل وتضررت 140 مدرسة على الأقل بحسب السلطات المحلية. قال مسؤولون في الولايات المتحدة أن حريق غابات اجتاح أحياء في منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو التي ضربها الجفاف، مما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب. وقالت المتحدثة باسم نقابة لينكولن الوطنية أن هنالك منازل بين المباني التي دمرها الحريق الذي أتى على نحو 16.6 كيلومتر مربع من الغابات والأشجار والأعشاب على الجانب الشرقي من منطقة
ريدو سو. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذي أسقطه رياح سرعتها ما بين 50 ميلا في الساعة و90 ميلا في الساعة. وما زال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاع الحريق. تذكير بأهم العناوين مجددا. نمو جيد لمحمية جندع. دعوة لدافعي ضريبة الأراضي والرخص. دورة تأهيلية لمدراء الضواحي في صورونا. مصر 29 شخصا غرقا جراء انقلاب قارب في نيجيريا. الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية. أكثر من 300 قتيل في فيضانات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جنوب أفريقيا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.